السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد حلوه ديال اللي كنحضروا دائما، المعتاده ديالنا كنقولوا حلوه ديال ريشبوند، كتجي زوينه ورطبه وهائله. مي انا هاد المره غادي فايت ليا حضرتها معكم. دابا غادي نزيد فيها شي مكونات اخرين كيخليوها رطبه وزوينه، وحتى في المذاق كتجي لذيذه ورائعه وهائله بزاف. غادي نحتاجوا لهاد ريشبوند هذه كالعاده. عندنا 4 البيضات، ربعة الزبده ديال التوريق، مارغرين العاديه. عندي قشور د الحامض، هذا مكون جديد. كما فين تنديروا فيها الليمون، دابا غادي نديروها بالحامض. قبيصه ديال الملحه من طبيعه الحال. هذا المكون حتى هو جديد، بيرلي، راكم عارفينه. كيكون جبن طري طبيعي، يعني بالسكر، راه فيه السكر. عندي كاس ونص ديال السنيده، كاس ونص ديال الزيت. عندي واحد 2 معالق كبار ديال كريم باتيسيير، حتى هو مكون جديد غادي نزيدوه في هاد الحلوه هذه، حتى هو غادي يعطيها واحد المذاق رائع وزوين. هذا كريم باتيسيير بنكهه الحامض ديال الحامض. عندي الفورس، يعني الدقيق، على حسب الخليط. المهم انا حاطه هنايا كيلو، ما عرفتش واش كيلو غادي يقدني ولا لا، على حسب البيض وعلى حسب الفورس واش يشرب ولا لا. عندي 4 الباكيات ديال الخمارات، 4 الخمارات. عندي جوج ساشيات ديال الفاني. عندي واحد القرعه ديال مزهر باش غادي نخلط هاد الكونفيتير هذا. وعندي من طبيعه الحال الكوك اللي غادي نحتاجو باش نصايبو به هاد الوصفه هذه. فكالعاده قلت الله غادي نبداو اولا بالبيض. قبيصه ديال الملحه، غير شويه، كتروش بزاف. سنيده، ما تكتروش السنيده. اللي عنده مشكل ديال السكر يحاول ما امكن ينقص السنيده، كاس واحد كافي باش ما تجيكمش حلوه بزاف. انا حيت بناتي كيبغيو لي هذاك الكاس ديال البيرلي. جوج ساشيات ديال الفاني. و البودر ديال الحامض، شرب الحامض. وغادي نحرك هذه المكونات هذه، نحركها مزيان على ما تذوب ليا. هذيك ندير دابا نضيف هذاك المعالق، 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير بنكهه الحامض. هذا الكريم باتيسير تيعطي واحد النكهه رائعه، ما نقولش لكم عليها واحد النكهه. غادي نضيف دابا داك الرابعه ديال الزبده، غادي نخدم بيدي باش دوك المكونات كلها تنسجم ليا مع الزبده. الزبده زوين وكتجي زوينه، كتعطينا ديك الهشاشه ديال الحلوه، كتجينا هشيشه. فغادي نخليها انا بحال ما هكا كيف ما شفتوا، كتبقى غير طريفات. غادي نضيف دابا الزيت، نحاول نخلط كل شيء مره شويه بشويه. بسم الله. غادي نضيف الخمارات، من بعد ما كملنا العجينه. هذا هو القوام ديالها، هانتوما شفتوا كيفاش كتجي. القوام ديالها هو هذا. كنبدا نكورها، نديرها غير كويرات صغار، ما نكثرش بزاف، ما نديرش كبار بزاف، لان فيها 4 الخمارات تقريبا قد هكا قد هكا. ونحط هنا في اللاطه قد هكا. من بعد ما لولبت اللاطه كامله ونعاودو نتلاقاو ملي طيب. الحلوه ديالنا ها هي خرجناها من الفران سخونه، ها هي كتجي طايبه من الجوايه بجوج. تجي طايبه، كطيب من التحت وعاد كنهبطها كطيب من هنايا
من هاد البلاصه كنحطها الفوق تطيب من هنا، عاد كنهبطها لتحت باش تكمل الطياب ديالها، تجي طيبه كتجي زوينه. هنايا انا خلطت داك شويه ديال المزهر مع الكونفيتير باش نمرمدها فيه، ومن بعد غادي ندوزها في الكوك ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالتنا كيفاش جات. كندوزها هكا في المزهر والكونفيتير، في المزهر والكونفيتير، وكندوزها في الكوك كتخرج لينا بهذا الشكل هذا. غادي ان شاء الله نكمل هذا الشيء اللي عندي. اللاطه الاخرى انا خرجت دابا اللاطه الاولى، واللاطه الثانيه فيها غير النص راني دخلتها للفران. غير نكمل ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كيفاش كيجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال ريشبوند. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، راه كتجي زوينه ورائعه ولذيذه بزاف ما نقولش لكم. وخلاص عاوتاني الهشاشه ديالها ما نقولش لكم، وداك المذاق ديال الكريم باتيسيير وهذا كيجي حتى هو زوين ورائع بزاف. ومن الداخل داك الهشاشه ديالها رائعه ولذيذه بزاف، وتبارك الله كتعطي كميه وفيره كيف ما شفتوا، تبصيل عامر تبارك الله. هكا الدواز اتاي وهذا خفيفه وزوينه واقتصاديه ما فيهاش بزاف كيف ما شفتوا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وبالصحه والراحه. انا غادي نوريكم وحده من الداخل. شفتوا كيفاش كتجي؟ كتجي رطبه بزاف بزاف بزاف، عاد كتجي زوينه ورائعه بزاف.